نظن الفيدرالية تاع المروك دارت التغيير، جابت النتيجة. مبروك فوز المنتخب المغربي، لانه المنتخب المغربي عانى في الشوط الاول. لولا بونو لكانت النتيجه يا اما تكون تعادل تخرج بها في الشوط الاول، يا اما تخرج من هازم، لانه تالق بونو في الشوط الاول هو اللي سلك الحرير بزاف، لانه كان خلل في الشوط الاول. نهضروا على الشوط الاول نجيو للشوط الثاني. الشوط الاول الجهه ديال اليمين اللي كان فيها مزراوي ميته، الجهه ديال اليسار ماتت، نقتلوا هذوك الجهات، هذوك الكولوارات ماتوا، تجي الميليو تيرا خاوي، تجي الدفاع ما بين عبقري سوا يغطي على مزراوي ولا يغطيو على حكيمي ويغطيو على حكيمي يخليو الكولوار، وكانت اللعابه يضربوا في الظهر. يعني الشوط الاول فات كارثي، وهذه علاش؟ لانه التفلسيف ديال وليد الركراكي. فنبدا بحكيمي في الدو ونحط مزراوي طروا ولا ندخل طروا فيكسي، وهذه هي اللي غادي تديك الهلاك. لانه هنا يا اما خصك تقلب على طروا صحيح، البوست ديالو صحيح وعندك الحلول، وما تبقاش تقول لي مزراوي يريح ولا حكيم يريح، عادي واحد فيهم يريح، ما تقوليش هذو نجوم خاصهم يلعبوا بجوج. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه خاصك تفيكسي الكاط والسانك، خاصهم يبقاو مفيكسين، لانه عبقار واجرد اول مره يلعبوا بيناتهم. اجرد هذه شحال ما لعبش كره القدم، عبقار مفورمي وعنده الاخر، ولكن كنت المساحات اللي كانت تقعد في الميليو تيرا ولي كولوار كانت تخلي لهم مشاكل. هذا هو باش هما فاتوهم. المهم نمشيو عاود نزيدو هذا الشيء كامل. الميليو تيرا كان خاوي، جاء المهم جاو جوج بيلانتيات تاعهم زي سجلهم. ندخلوا للدوزيام ميطو. دوزيام ميطو نورمالمون دير تغييرات ودير، لانه فوز، هو كاين الفوز وكاين النتيجه، يعني 4-1 ما شاء الله. الطريقه نقولوا الميليو تيرا ولاطاك نقولوا غير المهاجمين، يعني هما اللي سلكوا جوج بيلانتيات ادياس. نجيو من درت التغييرات ومن درت لي سونجمون، بان الفرق ولا ما بانش؟ اعطيونا في لي كومونتير شكون اللي دار لي سونجمون. دخل لك اوناحي حيا الميليو تيرا، واوناحي رد الميليو تيرا يخدم. وشكون اللي دخل 9 الكعبي، 9 صريح، يعني نهضروا الحقيقه 9 صريح. رحيمي ماشي 9 صريح، رحيمي تجي يلعب على المساحات، يلعب تقاتل. اليوم مسكين ما قدرش، لا غالب هذاك ما كاين ما قال الاخر ما طحنت الرحى، لانه ماشي 9 صريح. من دخل الكعبي هو اوناحي شتي خدموها، لانه اوناحي فنان يعرف يخرجك راسك وراس الحارس. دخل الكعبي حط البونت الاول، دار عاود محاوله الزاوجه، جاب كان خارج الكار، الاخر عاود تاراها ما دخلش وكان قادر يسجل الزاوج. يعني هنا باش تبان لك الاخر لي سونجمون. البروميير ميثود شكون اللي كان يتقاتل؟ غير الزلزولي في الدوزيام ميثود قاتل، هو اللي خرج لوم دو ماتش. يعني نهضروا الحقيقه، الزلزولي اليوم دار كرون ماتش، يعني ما نكذبوش على روحنا. مين دخلت اوناحي ودخلت عدلي ودخل كيقولوا له ودخل الكعبي، تبدلت المقابله، ولات المنتخب المغربي يشد الكره. الكابون ما بقاوش يديروا خطوره كبيره كما كانوا يديروها في الشوط الاول، وواحد لومومو حتى في الشوط الثاني داروا شويه خطوره، يعني تغيرت شويه. ولكن عندك مشكل وخلل في الدفاع يا اما يلعب حكيمي البوست ديالو الفيكسي وهو بوستو دو، ما تكرفصوش فيه، كرفصتو لانه قتلت الجهات بجوج. ما بقاش عندك حكيمي يلعب دبر طروا والدفاع فيكسيه. الميليو تيرا خويا عندك امرابط اوناحي، وشوف واحد يا بلال الخنوس يا رياض تشاتسون، كاع هذو معلميه، بلال الخنوس تشاتسون كاع هذو يكونوا معلميات. دخل معاهم واحد في الميليو تيرا لارطاك تفيكسي. عندك الزلزولي ولا بن صغير، تا بن صغير راه فنان، يعني يقدروا الا ما كان الزلزولي في النهارات ويدخل بن صغير راه نورمال. دياز والكعبي هذا عادي، العور يعرفها. يعني خاص شويه تخدم فيها عقلك وتمشي بهذا المنطق. يعني ماشي حتى بحال اليوم. ها انت اليوم ربحه، وكاين الربح، كاين النتيجه، الجمهور فرحان، الاداء كان شويه مره يطلع، مره يهود، مره كان متذبذب. مي خاص منا لاكوب دافريك ان شاء الله، خاصك توجد الحلول باش تدي لاكوب دافريك، لانه لاكوب دافريك خاصك تديها، وعندك في البلاد هي تديها. انا نقول لكم المنتخب المغربي غادي يفوز بها. بعد تأهل المنتخب المغربي إلى كأس الأمم الإفريقية المنظمة بالمغرب بعد تغلبه على منتخب الغابون القوي برباعية ليضرب موعدا مع منتخب ليسوتو في الجولة الثانية، فقد تفاعلت الجزائرية صوفيا بن ليمان مع فوز المنتخب المغربي، وأدلت بتصريحات للإذاعة الجزائرية منذ قليل وقالت: أنا في كابوس حقيقي منذ أن فاز المنتخب المغربي على المنتخب الغابوني برباعية،
وأنا منذ هذا اليوم وأنا لا أستطيع النوم إطلاقا بسبب هؤلاء المغاربة الذين دمروا الجزائريين، وكل يوم يكسر قلوبنا بعد أن حققوا الفوز اليوم على منتخب الغابون. ولكن نحن من سمحنا للمنتخب المغربي أن يدمر مشاعرنا بعد أن شاركنا في هذه البطولة، فكان يجب على النظام الجزائري الانسحاب وعدم المشاركة في هذه البطولة المنظمة في المغرب. فرئيس الاتحادية الجزائري ضعيف للغاية ولا يفقه شيئا في كرة القدم، وعليه أن يستقيل فورا لأنه لا يفهم شيئا. فالمغرب أصبحت تشكل خطرا على الجزائر وخاصة في كرة القدم، وأنا كمشجعة جزائرية وعاشقة للمنتخب الجزائري خائفة جدا على المنتخب الجزائري إذا واجه المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. ستكون نكسة كبيرة لأن الكرة الجزائرية في انهيار تام والمغاربة في تفوق مستمر، وبالأخص أن المغرب سيكون صاحب الأرض والجمهور. فأنا أرى أن الانسحاب من هذه البطولة كان سيكون في صالح المنتخب الجزائري. وفي النهاية عزيزي المشاهد، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تشاركنا برأيك في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا لتتوصل بكل جديدنا.